يجوز ان انا اشغل سيلز عندي، يعني بنتي مثلا تسوق لي للمنتج بتاعي وتجيب العميل بتاعها باي طريقه بقى، يعني انا ماليش دعوه هي بتجيب العميل ازاي. عفوا، وهي قاعد سؤالك. انا دلوقتي بشغل واحده عندي ايه؟ ماشي، وهي بتجيب لي عملاء يشتروا المنتج بتاعي. طب شغالها ايه انت؟ انا بتاجر في الملابس. هي عملوها ايه؟ ايه يا شيخ؟ عملوها عملها اللي هي بتجيب الناس اللي هتشتري الحاجه اللي عندي دي، تمام؟ يعني مسماها الوظيفي، يعني عندك مسوقة ولا ايه بالضبط؟ ايوه مسوقه. مسوقة. ايه؟ بتجيبهم بقى باي طريقه، يعني انا ماليش دعوه هي بتجيبهم ازاي، اذا كانت هي متبرجه او اذا كانت هي ايا كان. لا مش ايا إما كان، لا متبرجه لا او لا، ايا. لحظة يعني، لا في حدود للكلام. تمام. إذا كانت امرأة صالحة ومسوقة وتعمل عمل ما فيه فتن، خلاص. لكن إذا كانت جميلة وتخدع الناس وتحضن ده وتبوس ده وتمشي العمل، لا، لن نقبل. انا ماليش دعوه بقى هي بتجيب ازاي يا الناس عم مالكش يعني دعوة؟ انا ما ازاي؟ اعرفش. ما انت اللي موظفها يا اخي الكريم. انا اللي موظفها، بس انت انا اللي مش بأمرها موظفها، انت بحاجة، يعني هي هتوظف واحدة؟ انت كلامك مريب. شايف لك جايب واحدة غازية ترقص للزباين؟ صحصح معانا، تأتي واحدة دينة طيبة. تمام. انما تفتن الزباين وتجيبها عشان ابو بكر الصديق رضي الله عنه كان له عبد وكان يتكهن، فخرج ذات يوم ورجع بطعام اكل منه ابو بكر، فقال لابي بكر: يا ابا بكر، اتدري من اين اتيت بهذا المال طعام؟ قال: لا أدري. قال: تكهنت لآل فلان، يعني راح دجل عليهم ويضرب الرمل ويشوف البخت كلام. فوضع أبو بكر إصبعه في فمه وقاء كل ما في فمه. أنت شوف اللي أنت جايبها، السكرتيرة اللي أنت حاططها، إن كلامه مريب من أول لحظة. يقول: أنا ما أعرفش بتجيب الفلوس منين. لازم تشوف الموضوع.